شكرا جزيلا لك على هذه من قلبي طلعت، يعني شفتك المؤتمر الصحفي وكيف كنت تدافع عن قطر، عن استضافتها وعن الحق بكل معنى الكلمة، وكأني كنت أنتظر كمواطن كواحد من الجماهير العاشقة لكرة القدم أن يخرج أحد من الفيفا ويقول كلمة الحق. فجزاك الله ألف خير، وأنا ودي أحبك على خشمك لكن مذكر، اسمح لي. شكرا لك، شكرا جزيلا. انتهت الرحلة وتحقق الحلم في النهاية من الألف وحتى الياء. طبعا الرحلة انتهت لكنها تبدأ مرة أخرى. لقد كانت لنا تجربة ممتعة هنا في قطر. لقد قمنا باستضافة العالم في قطر، ولقد كانت قطر بلدا مضيافا ورائعا، والجميع كان سعداء والجميع سعيد حقا. ولا أزال لا أصدق بأن كأس العالم قد انتهت بالفعل، وتختلجنا العديد من المشاعر القوية والعاطفة والحب الذي شعرنا به لا يزال في الأجواء هنا في الدوحة في قطر. لكنني أعتقد بأننا في كل العالم سواء ما حدث هنا كان أمرا رائعا. هل حدث ما كنتم تخططون له كاتحاد دولي لكرة القدم فيفا مشرف على هذه اللعبة واجهت التحديات والصعوبات حتى اللحظة الأخيرة من أجل إقامة هذه البطولة على هذه الأرض؟ لقد كنت مقتنعا منذ البداية بأننا سنستضيف كأس عالم رائع للغاية هنا في قطر، وما قلته في البداية بأنني عقدت مؤتمرا صحفيا وأنني كنت أدافع عن قطر. لا أحتاج لأن أدافع عن قطر. قطر تستطيع أن تدافع عن نفسها. كنت أتحدث من أعماق قلبي بما أؤمن به، بما هو حق، لأني رأيته على أمر الواقع، على أرض الواقع بأم عيني خلال السنوات الماضية، وقد كنت متأكدا سيكون نجاحا هائلا، وكنت متأكدا بأن الناس ستأتي إلى هنا وسيشهدون بنفسهم كيف يمكن أن يتعرفوا على الإرث الثقافي العظيم والضيافة التي قدموها للناس. كما شعرت أنا، كنت في المنزل، كنت في بيتي في قطر، في المجمل في الناس هنا في العالم العربي، الناس سيعرفون ما هو العالم العربي، وهذا بالطبع يمكننا أن نأتي إلى هنا وأن نستمتع وأن نحتفل بصدق. ولهذا كنت متأكدا منذ البداية بأنه سيكون ناجحا. كما تعلم التحديات طول الوقت ويجب أن نواجهها، لكن نحن نتحدث عن كرة القدم. نحن نتحدث عن كرة القدم، وكرة القدم هي الأفضل في الحياة. يعني أنتم واجهتوا الانتقادات، قطر واجهت الانتقادات حتى لحظة ارتداء ميسي للبشت بعد ما تركوكم في حالكم ولا تركونا في حالنا. البشت القطري. بشت. نعم. This is I think people before. الناس من قبل انتقدوا وكان يجب أن يثقفوا أنفسهم وأن يتعلموا وأن يثقفوا أنفسهم فيما يتعلق بمعنى هذه ومعنى البشت بالتأكيد، وهو شرف عظيم لأي شخص. وكرة القدم، وهذا ما نؤمن به وهذا ما أؤمن به كرئيس للفيفا، كرة القدم تنتمي للعالم كله وللعالم العربي. هذا الأمر سيان للشعوب آسيا وأوروبا وأمريكا، وكما تعلم علينا أن نحتفل بشكل عالمي. لدينا كأس العالم هنا في قطر، ويجب أن نحتفل بكأس العالم في بلد آخر، وأن نحتفل بالتقاليد أيضا في نفس الوقت. وعندما نحتفل بالكأس العالم
وهذا أمر يجب على الناس أن يشاهدوه وأن يحترموه أيضا، وهذه علامة للسلام، وهي إشارة للاحترام والترحيب، وهو شرف، وهذا هو الشعور الذي ظهر وما شعرت به الناس. لاحظنا في البطولة طبعا هنا احنا نلبس معرس البطولة ميسي بالتتويج في هذه اللحظة، لكن في صور جميلة مستر انفانتينو في البطولة، القبعة المكسيكية، الغترة والعقال، بعض الملابس التقليدية لبعض الدول، الثقافات كلها تلاقت، ما في كان أي حاجز. طبعا أنت محق بالفعل، سواء كان قبعة مكسيكية أو أي لبس تراثي أو رمز، هذا يوحدنا في نفس المكان، لأن كرة القدم توحد العالم. بالنسبة لي هي إشارات ودلالات على الاحترام والسلام والإرث الثقافي. انظر إلى هذه الصور للفريق الأرجنتيني يحتفلون. لقد أعتقد هذا هو الجواب. يجب أن نحاول إيجاد حلول للمشاكل. يجب أن لا تكون هنالك مشاكل. لا يجب أن نفسر كل كلمة أو بادرة. علينا أن نقوم بما يؤمن به ما يشعر به 2 مليار الذين يتابعون المباراة، وال90,000 مشجع ولاعبين الأرجنتين، وما يشعر به هؤلاء. لقد كانوا فرحين، وما أقوله هو أيضا، وقد قلت ذلك في مؤتمر الأخير، الجميع، كل شخص لديه مواضيعه ومشاكله في البيت، في مكان العمل، مع عائلته ومحيط أصدقائه. ما يريدونه من خلال كرة القدم هو أن ينسوا هذه المشاكل في وقت المباراة، في وقت الاحتفال لهذه 90 دقيقة أو 120 دقيقة أو 130 أو 40 دقيقة كما رأينا في الفاينل، أن يضعوا مشاكلهم جانبا وأن يتمتعوا ببساطة بالوقت الذي يقضونه ويستمتعون. ولهذا نحن هنا. خلينا نتكلم على الإنجازات العظيمة في البطولة. 172 هدف تم تسجيله في هذه البطولة، قياسا على البطولات السابقة كان الرقم السابق 171. أرقام قياسية في المشاهدة الجماهيرية، حصول قطر على المركز الثالث الآن في عدد حضور الجماهيري في المدرجات. المستوى الفني كيف تقيمه مستر انفانتينو البطولة، المستوى الفني من أول مباراة وحتى لحظة الحلم بين الأرجنتين وفرنسا الختامية، المباراة المجنونة؟ لقد كانت دورة رائعة من منظور رياضي، رائعة من كل وجهات النظر. ببساطة لقد كان أفضل كأس عالم على الإطلاق، وبأفضل نهائي أيضا. كل شيء كان رائعا. إذا كنت قد خططت له مسبقا وأعدته في النص لم يكن ليحدث بهذه الطريقة. هذا الشيء كان أمرا رائعا. لقد كانت آلهة كرة القدم تشاهد وتستمتع أيضا، لكن من وجهة نظر رياضية، حتى حقيقة أن اللعب في نوفمبر وديسمبر في البداية الموسم بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في أوروبا في نهاية المواسم في حزيران وتموز، لقد كان أمرا صعبا بالنسبة لهم بعد أن يخوضوا مباريات للألقاب في الأندية المحلية التي يلعبون بها، وأن يأتوا ليلعبوا كأس العالم. لقد كان متعبا لهم، لكن هذه أول مرة أن يكون كأس العالم لجميع اللاعبين، وكانوا متجهزين. وما رأيناه في المباراة النهائية، وهي كانت المباراة السابعة لكل الفرق المشاركة، ولقد كان أمرا رائعا. بالطبع الملاعب كانت مجهزة على أكمل وجه وأفضل نوعية، واللاعبين الذين لم يضطروا ليسافروا مسافات طويلة بعد المباريات، وأن يذهبوا فقط ببساطة إلى الفندق وأن يرتاحوا. كل شيء تم إنجازه، وهذا ما علينا فعله، أن نضع اللاعبين
وهم نجوم في لعبة في أفضل شروط ليتألقوا، وهذا ما فعلوه. نتائج مجنونة، فرق كبيرة تخرج، نهائي مجنون، نهائي يعني احنا كنا في اللحظات انا كمذيع او كاستديو كنا نجهز لحظات للاحتفال بالفريق الفائز المنتخب الارجنتيني، فاذا بمبابي يخرج فجأة ويعيد الامور من جديد. كان هذا الكلام اذا نرسم السيناريو مع بعض مليون مرة ما راح يصير. No, you know, I can speak for myself. أتحدث عن نفسي أيضا. I attended all. لقد حضرت جميع المباريات في المونديال. Those persons وهذا and when I attend a match. عندما أحضر المباراة التي ننظمها أقول دائما أركز وركز لما يحدث في المباراة وحول الملعب من جماهير والرعايات، لأتأكد بأن كل شيء يحدث بشكل صحيح، ولا أجد الوقت حقا لأستمتع بالمباراة بشكل لائق. في النهائي بعد الدقيقة 70 وجدت نفسي أقفز من مكاني من مقعدي، ومن يحرز الأهداف ومن أضاع فرصة، لقد أسرت تماما بهذه المباراة التي كانت سحرية. إذا ذهبنا إلى مباراة المركز الثالث والرابع، اسمح لي سأنتقل بين الأمور الفنية والأمور حتى التحكيمية. كان هناك في اعتراض كبير من جانب لاعبين المنتخب المغربي على الحكم عبد الرحمن الجانب، حتى أن أنا سمعت أنه صار عبد الرحمن الجاسم، حتى أنا سمعت أنه صار في مشادة بينك وبين أشرف حكيمي، وفيما بعد خرج واعتذر رسميا. شو اللي حصل في الممر؟ ممكن نعرف القصة؟ أنا أحب أشرف حكيمي بالطبع، إنه لاعب عظيم، ولقد جاء واعتذر عما بدر منه وكان رائعا. وفي خضم المباراة يمكنك أن تقول أشياء لا ترغب بقولها، كان يهدف لأن يقول شيئا عن الحكم، لكنني أعتقد يجب أن نركز أفضل على الأداء الرائع للمغرب. المغرب لعبت بشكل عظيم، كرة قدم عظيمة للغاية، ويجب أن نثني على أداء الفريق المغربي، حكيمي، زياش، كلهم. المدرب مدرب شاب، مدرب رائع، وأن يجعل هذا الفريق يلعب كرة قدم مميزة، دفاع قوي وحارس مرمى رائع. بونو مثلوا قارتين، لأنهم يمثلون العالم العربي ويمثلون قارة أفريقيا، وتأهلوا لنصف النهائي. والبعض كان يقول كان أمرا مفاجئا. هذا مفاجئا، ربما كان مفاجئا، لكن إذا لا تنظر إلى سير اللاعبين وسيرة المدرب وتشاهد بعض مبارياتهم السابقة، وإذا لا تعرف ما يعني الجمهور المغربي، كان اللاعب الثاني عشر للفريق. لا علينا أن نثني على أداء المغرب، ويجب أن نثني على الفريق كله، المشجعين أيضا، مشجعين المغرب الذين كانوا رائعين كذلك. والمغرب أصبحت الفريق الذي يشجعه الجميع بغض النظر عن الجنسية، لأنهم كانوا يرون المغرب، الفريق كرواتيا كانت ليست بلدا كبيرا، لكنها بلد وصلت للنهائي قبل 4 سنوات، وتعرف عن كرواتيا. المغرب أيضا لقد لامست قلوبنا وأثرت قلوبنا وكل العالم. بما قد تكلمنا عن طاري المنتخب المغربي، المغرب قدموا مباريات عظيمة، تصدروا مجموعتهم، أحرجوا الكبار كلهم وكانوا يستحقون ذلك، والدليل وصولهم المركز الرابع على مستوى العالم. المنتخب التونسي فاز على منتخب حامل اللقب، المنتخب الفرنسي، المنتخب السعودي فاز على المنتخب الأرجنتيني، وعفوا يعني مش اللي الفوز والله اللي واحد يقول بالحظ، لا، فوز بكل معنى الكلمة، يعني بحق، باستحقاق. مكتسبات نعتبرها؟
لا أعتقد بأنها بذلوا كل ما بوسعهم. لا أعتقد، لقد أبلوا بلاء حسنا، لكنهم وصلوا إلى ما يستحقونه. السعودية بعد الفوز ضد الأرجنتين كانت مباراة صعبة، كانت أول مباراة للأرجنتين ولم تضمن التأهل بعد، والأرجنتين لعبوا بشكل قوي أيضا. السعودية غلبت الأرجنتين، وفي المباراة الثانية ضد بولندا لقد لعبوا بشكل جيد للغاية في مناسبات عديدة، لكنهم كانوا غير محظوظين، والأمر حصل مع تونس وفي النهاية فقدوا القليل. وأعتقد وهذا من خلال خبرتي في السنة الماضية عندما تنظم بطولة العرب، أعتقد بأن كرة القدم العربية سواء في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط هي من كرات القدم التي في تطور مستمر وستبهرنا في المستقبل. وعندما نرى العاطفة التي تجتاح المنطقة باتجاه كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترى المواهب الموجودة هناك أيضا، أعتقد قطر بطل آسيا، لكن للأسف في هذه النسخة كان الأداء لم بمستوى كأس آسيا. لكن عندما في كأس آسيا عليك أن تكون متميزا في لعبك. لقد رأينا السعودية، تونس، المغرب، الجزائر لم تكن حاضرة، مصر لم تكن هنا، لم يتأهلوا للأسف، لكنهم لاعبون مميزون وهم لاعبون على مستوى عالمي. لذا فإنني أعتقد بأن مستقبل كرة القدم سيتحدث اللغة العربية. إن شاء الله. شكرا أنتم حطيتوا اللغة العربية من ضمن اللغات المعتمدة الآن في الفيفا، وهذا شيء طيب يحسب، اعتراف رسمي قوي. نعم إنه كذلك، إنها من اللغات الرسمية، لكنني أعتقد أن يكون أكثر من 20 اتحاد أو 20 دولة تتحدث اللغة العربية. علينا أن نعترف بذلك. هي منظمة عالمية، وعلينا أن نكون منظمة عالمية وأن تكون عالميا على مستوى العالم والعالم ككرة القدم. علينا أن نحترم كل من هو موجود بنفس المستوى. وأنت قدمت مثال جيد حتى في حفل الافتتاح، تكلمت باللغة العربية، يحسب لك يعني كرئيس. حلو، ممتاز. سيد الرئيس، عندي سؤالين. بداية أهنيك وبارك لك نجاح بطولة قطر 2022، نجاح باهر استثنائي، بطولة استثنائية. لكن ودي أستفسر عن ثقتك وإيمانك القوي قبل سنة أن بطولة قطر ستنجح، ولك مؤتمر صحفي قبل البطولة بشهر ردك على الإعلام الغربي بقوة، ورد كان قوي جدا مباشر وبشجاعة أيضا كبيرة لأنك تتصدى لإعلام غربي قوي. هذا يدل على شجاعتك حقيقة. لكن نبغى نعرف كيف أنت آمنت بنجاح قطر قبل سنة من قيام من البطولة. هل رأيت المسؤولية من ثقتك في المسؤولين القطريين؟ بالطبع. عندما تقول أنك تهنيني أو تهنئ الفيفا، أشكرك للغاية، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه لولا العمل الاستثنائي لصاحب السمو الأمير تميم والشيخ جاسم وكل الفريق الذي أدار البطولة هنا في قطر. لقد كنت محظوظا لأن أقضي بعض الوقت هنا في قطر منذ عدة سنوات وأن أعرف الجميع. وقد قلت مؤخرا لسمو الأمير ولرؤساء الدول الذين جاءوا لحفل الافتتاح ولحفل الختام، قلت لهم أن يكون لديك رؤية، هذا أمر، وأن يكون لكنه أمر آخر أن أن تضع هذه الرؤية وتطبقها على أرض الواقع. ومن دون العمل العظيم الذي تم بذله هنا، ليس الآن لكن خلال فترة التحضيرات وكل السنوات الماضية، وهو جزء من رؤية 2030 والتي بالطبع كأس العالم هو أحد تلك العناصر، لكنه كان جزءا من رؤية وتطور هذا البلد.
لقد فكرنا بأننا لقد كنا مقتنعين بتطبيقات هذه الرؤية على أرض الواقع. لن أقدر أن أقول ما قلته في النهاية. لقد قلت الحقيقة بما كان واضحا بالنسبة لي، والذي لم يعرفه الآخرون ربما لأنهم لم يجدوا الوقت لما يحدث في قطر. طيب السؤال الثاني لو سمحت الأخير. نعلم أنك أنت استلمت الفيفا 2016 قبل كأس العالم روسيا 2018 بسنتين. استلمت إرث تقريبا مهزوز. فيفا كان الشبهات عليه، الكلام كثير، اعتقالات، سوء نية عليه، يعني كل حاجة كان فيفا يعني تقريبا ديستروي. وانت بشجاعة استلمتها، غيرت الهيكل التنظيمي، غيرت مجلس الفيفا، في نجاح كبير في فيفا روسيا، ايضا فيفا 22. تعتبر انت الان الرجل الناجح في الفيفا حقيقة. لكن ماذا ستعمل في 2026 حتى الان؟ يعني انا اعتقد انها هذه أصعب مهمة لك في 2026. بطولة في 3 دول بتكون معقدة. حتى الآن حتى اللحظة أنتم ما اعتمدتوا المجموعات، 16 مجموعة، 12 مجموعة، زيادة عدد المنتخبات، 80 مباراة، تنقل. فأنا الله يعينكم. بس أنا أبغى أعرف السؤال الآن ماذا ستعملوا؟ هل تم اعتماد 16 مجموعة أو 12 مجموعة؟ أو هل فعلا كما يقال أن 16 مجموعة 3 فرق وبتصير ما في خسران تلعب ركلات ترجيح أو حاجة؟ نبغي السبق. I will start thinking about this as of سأبدأ بالتفكير بذلك منذ الغد. ولليوم أنا لا أزال أركز وأستمتع بمونديال 2022 والذي لا أريد أن أقول مستحيلا، لا يوجد شيء مستحيل في الحياة. لا أدري بأن سيكون مونديالا مختلفا، سيكون كأس عالم مختلف في 26 وبمشاركة 48 منتخب ب3 بلدان، مسافات بعيدة، لكن 3 بلدان أيضا خاصة الولايات المتحدة وكندا، حيث نريد أن نروج وندفع بكرة القدم، لأنني أعتقد بأن كرة القدم يجب أن تكون أكثر عالمية في هذه البلدان، ويجب أن نذهب إلى الشرق الأوسط، للعالم العربي، لنعتنق العالم العربي وأن نجلب العالم العربي لكرة القدم. وكما قلت السعودية، تونس، المغرب بالطبع، وبلدان أخرى يجب أن نجلب المزيد، ويجب أن نجلب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي لديها ثقافة كرة قدم أكبر، سواء كانت 16 مجموعة أو 12 من 4. علينا أن نناقشه بالتفصيل في الشهور القادمة. علي أن أقول بأنه بينما عندما اتخذنا القرار فكرنا بتقديم 16 مجموعة من 3 والتأهل الجولة التي تليها، بعدما رأينا ما حدث هنا في هذه النسخة في دور الأربعة، في نصف مجموعات الأربعة، وحتى آخر مباراة في آخر يوم لم يكن واضحا بأن أي فريق سيتأهل. حتى آخر لحظة كانت الأهداف تتغير، يتأهل أو لا يتأهل، وأعتقد بأن مجموعة من 4 هو أفضل خيار. 106 I think much. ستكون 104. هل هذا كثير؟ سوري، يعني بتصير 106 مباريات، أعتقد صعبة. لدينا 46 مباراة في هذه النسخة المونديالية. هل تعتقد بأنه لو كان لدينا 40 مباراة إضافية من هذه المباريات هذا كثير؟ هذا سيكون رائعا برأيي، وخصوصا في 3 دول. السؤال الأخير بس في نفس الموضوع، لو لا قدر الله البطولة يعني نجاحها 60-50%، هل يمكن أنكم ترجعون للتنظيم لدولة واحدة مستضيفة؟ فكرة التجمع تلغونها؟ هذا سؤال جيد. أعتقد حسنا، أعتقد بأنها ستكون ناجحة في 3 دول، وأعتقد أيضا
علينا أن نحاول أن نشرك المزيد من البلدان في التنظيم لكأس العالم. أنا شخصيا أؤيد أن تنظم المونديال أكثر من دولة مضيفة في المستقبل، خاصة مع وجود 48 فريق. لا نريد بلدا واحدا أن يستضيف هذا العدد من المنتخبات، سيكون أمرا عبئا كبيرا. وإذا كان هنالك بلدان أكثر تتشارك بخبرة الاستضافة كأس العالم، هذا برأيي على الأقل دولتين مش ثلاث. دولتان لما لا؟ يمكننا أن نتساوم إذا أردت أنت ذلك. هو يبغى يرسخ فكرة فشل التجربة من الآن. هو مصر على دولتين، ممكن دولة واحدة ممكن، ما يبغي 3 دول. ثلاث صعبة يعني، أشوف أن 3 صعبة. أتفهم وجهة النظر، لا أعتقد بأنها ستكون تجربة فاشلة. الرئيس أنا أختلف معه، بالعكس أنا أشوف 3 دول فيها مكسب كبير للدول، لأن كل دولة راح تحتفي بنجوم من دول العالم بمباريات، وفرصة أن نشوف مباريات على أرضي، في انعاش حتى اقتصادي للدول، في شغف عند الجماهير، في اشياء كثيره. لا لهم عليها خالد، لهم عليها جديده، لهم عليها. اتفق معك وليس معك انت، واعتقد بانه سيكون نجاحا هائلا، لان 3 دول ستحتفل، وشعوب هذه الدول ال3 سيحتفلون ايضا. هناك عنصر واحد يجب ان لا ننساه، نحن ننظم هذا الامر. ناجحون وحالمون. انت يا دريمر. بالطبع. تنظيم غير عن روسيا وقطر، ترى للعلم تنظيم صعب. لا بس نظام التنظيم الموجود عندهم، بس انوه خالد، نظام التنظيم او آلية التنظيم اللي صارت عندنا، العادة دائما في السابق كانت في لجان محلية اللي هي اللوكال اورجنايزنج كوميتي، اللجنة المحلية المنظمة. في 26 الفيفا راح تنظم البطولة كاملة. هي راح تاخذ زمام الامور، وهي راح تنظم البطولة. في قطر يعني قطر 22 Q22 هذه شراكة ما بين الفيفا وما بين الدولة المنظمة، فكانت شراكة، والشراكة لله الحمد يعني تجربة جدا إيجابية، وشراكة جدا إيجابية ما بين الفيفا في هذا الأمر في تنظيم البطولة نفسها. فدور اللجنة المحلية المنظمة أخذتها Q22 اللي هي شراكة ما بين الفيفا وما بين دولة قطر. في 26 أعتقد إذا أنا كنت صحيح، في 26 الفيفا هي اللي راح تاخذ زمام المبادرة، وهي اللي راح تنظم البطولة من نفسها. إن شاء الله نشوف الشباب القطري معك في 26. هل ممكن يعملون معك إن شاء الله؟ على طاري كلمة مايد وكلمة المنظمة، وأنت ذكرت أن أفضل مونديال في التاريخ، وبدون مجاملات سيد الرئيس، لكن خذ كلام بأمانة، هل ممكن أشوف شباب قطريين من اللي اشتغلوا في 2022 معاكم في 2026 يعملون في الفيفا في التنظيم بعض اللجان، خصوصا أنك أنت إن شاء الله راح تكون على رأس الفيفا وتعاملت معاهم؟ نعم. أعتقد بأن هذا البلد والشباب في هذا البلد اكتسبوا خبرة عظيمة في تنظيم نسخة كأس العالم بهذه الطريقة الرائعة، وفي السنة القادمة ستكون كأس آسيا، دعنا لا ننسى ذلك، وهي فعالية كبيرة أيضا. وأتطلع قدما أن أخذ معي خبرة القطريين لكأس العالم في 26. هم في الحقيقة القطريين عملوا 12 سنة مش 4 سنوات زي كأس العالم 2022، فعندهم خبرة كبيرة، خبرة 12 سنة. So it's even more experience. إنها خبرة تراكمية كبيرة أيضا. صحيح. أنا معلش فرحان من أحد الجرائد اللي كانت مثلا تنتقدنا، وانا ما عندي اي مشكله على الانتقاد، لان الواحد يتعلم الانتقاد، واذا كان في سلبيه راح يعالجه، هذا شيء طيب لاي انسان يريد ان يتطور او دوله. لكن عجبني اليوم مثلا تليجراف اللندنيه قالت في تصريحها في صحافتها اليوم: ربما ينبغي ان نطلب المنشوره من قطر حول كيفيه اداره الاحداث الرياضيه الكبرى. قارن مونديال قطر بالفوضى التي تغذيها المخدرات عندما استضفنا فيها نهائي اليورو، ثم اسأل نفسك أين تفضل أن تأخذ ابنتك البالغة من العمر 10 سنوات للاستمتاع بالأحداث الرياضية الكبرى. هذه اليوم جريدة. نعم. It's not even me saying it, right? وأنا لا أقول هذا حتى.
نعم. It's not even me saying it. أنا لا أقول ذلك. إنها تصدر من جريدة غربية، وأعتقد بأنه أمر مميز. The Telegraph. نعم، التلغراف بالتحديد. وهذا أمر حقيقي. هذا كأس العالم لم يكن ناجحا فقط على الورق ومن ناحية التنظيم، لكن من منظور من حيث الاستمتاع عندما تنظم فعالية كهذه. وأنا كنت مسؤولا بتنظيم مباريات أو فعاليات خلال 25 عام الماضية، ونصطدم بحوادث أمنية لم يحدث هنا أي شيء. الحمد لله طبعا. لأن البيئة ككل، وما يقوله لي الجميع وقد رأيت ذلك بنفسي، لم ترى الشرطة في كل مكان أو رجال الأمن المنتشرين. بالطبع الشرطة كانت حاضرة والأمن موجودة، لكن لضمان أمن الناس، لكن ليس بطريقة ظاهرة. لقد احتفل الناس بطريقة سلمية. هم يريدون أن يحتفلوا، وكما قلت في اليوم الماضي، أحد الأمور التي تعلمتها من كأس العالم الحالي هو أن الناس يتمتعون بعقلية منفتحة وإيجابية، وعندما تقرب الناس مع بعضهم البعض لا يريدون أن تنشب الحرب، يريدون أن يكونوا معا وأن يتعرفوا على بعضهم البعض وأن يمضوا وقتا جيدا مع بعضهم. وهذا ما حدث هنا في قطر. أمن تام، لقد كان رائعا. في خطاب لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر في فترة تقديمنا لملفنا لأعضاء اللجنة التنفيذية في 2010، وحينها سألت سمو الشيخة متى وأين راح تعطونا الفرصة المجتمع الدولي أن احنا في الشرق الأوسط نقدم لكم نفسنا، أن احنا شعوب محبة للسلام، محبة للثقافات الأخرى والتعايش. هل فعلا كانت متى وأين هنا في الدوحة، ومن خلال الجمهور اللي حضر سيادة الرئيس؟ هل شفته في الجماهير الكبيرة اللي حضرت تقريبا 1,400,000 زائر لقطر في هذا الشهر، بخلاف طبعا المشجعين الآخرين اللي كانوا موجودين؟ أعتقد لقد ذكرت خطاب الشيخ موزة تدعو الجميع للقدوم، وهذا ما ثبت صحيحا وثبت حقا. والجميع، وكما تعلم هناك أناس جيدون وأناس سيئون هنا كأي مكان في العالم، لكن الغالبية كانوا أناس رائعين كما هم في مكان آخر. والمليون والنصف الذين جاءوا لحضور كأس العالم والإعلام الذي مثل سيعودون إلى بيوتهم الآن، وسيقولون عندما يعودون إلى بيوتهم بما اختبروه هنا، وسترى تبعات ذلك على المدى البعيد في الأشهر القادمة والسنوات القادمة، لأن هؤلاء الناس سيعودون كسياح، كشركاء في الأعمال، سيعودون لممارسة الأنشطة مع القطريين ومع دول أخرى في الشرق الأوسط. وهذا هو الإرث الحقيقي لهذا المونديال. الناس الذين جاءوا بأفكار خاطئة عن العالم العربي جاءوا إلى هنا ووجدوا العكس، وبنفس الوقت وربما ينطبق على الشعب القطري الذين كانوا متخوفين بعض الشيء من القادم إليهم. ماذا سيحدث الآن؟ سيغزوننا. لقد وجدوا كذلك بأن هؤلاء الناس الذين جاءوا لا يلبسون مثلنا، لا يتكلمون لغتنا، لكنهم أناس طيبون كذلك، ويمكننا أن نبقى مع بعضنا. لذا على الطرفين لقد كان أمرا رائعا، تجربة رائعة، وسنرى تبعات ذلك حقا في الأشهر القادمة والسنوات القادمة. على طاري كلامك ان حتى الشعب القطري كان متخوف، في ناس تخيل ان سافروا ركبوا الطياره وراحوا، لكن كنسلوا رحلتهم بعد ما شافوا الاوضاع وشافوا الفعاليات وشافوا التعايش وشافوا السلام وشافوا اللي صار، كنسلوا سفراتهم وجو عاشوا بالضبط. وفي ناس اخرين كانوا متخوفين اصلا يجون قطر. انا ما انسى ابدا احدى المشجعات، اعتقد من كوريا الجنوبيه او اليابان، من شرق اسيا، عملنا معاها مقابله في قناه الكاس،
وقالت احنا جايين بس كنا حاط بالمعنى يعني بلهجتنا احنا حاطين يدنا على قلبنا خايفين منكم ومو بعرفين تفكيركم لان نسمع عنكم اشياء انا اسف ان اقولها بس انه يقول يسمع عنا اشياء مو بزينه يقول وشفنا ناس جو قطر وسافروا عشان يجيبون اهاليهم يعني هذه من الاشياء اللي كانت واقعيه وعايشه عندنا ففعلا في كان اختلاف في وجهات النظر او اللي ما يعرفك ما يفهمك احنا نقول بلهجتنا. Correct. صحيح. So we see نرى بأن the magic of football. سحر كرة القدم قد عمل على هذا الجبهة. على طاري اللجنة المنظمة ولجنة الفيفا، عندك شكوى على عيالنا؟ عنده شكاوى كثير الله يخليك يا خالد لا تفتح المجال. الصعوبات اللي واجهتوها. كم عدد الساعات؟ ملفات كبيرة. لا توقظ الله يا اخوي. كل شيء كان رائع. وش الصعوبات اللي واجهتوها؟ And if there was something لو كان هنالك شيء لما أقول لك أيضا. لا لكن ايش الصعوبات اللي واجهتوها سيادة الرئيس؟ يعني معلش انتم جايين بثقافة مختلفة، احنا عندنا ثقافتنا، فاكيد ان في صعوبات ولكن في النهاية كل تفهم الاخر فيها. طبعا لقد اننا نفهم بعضنا، لقد لخصت ذلك في النهاية. نحن دائما نجد طرقا، وهذا بالنسبة لي أكبر جانب إيجابي لما اختبرناه. طبعا عندما يصل شيء ما إلى أعلى مستويات لمستوى نجد دائما الحلول، لكننا نعمل على إيجاد، وهذا أحد الجوانب الإيجابية. لقد قمنا بإيجاد كما ذكر أوجدنا فريقا ليس فقط على الورق حيث توحد الرؤى بين الفيفا وقطر للتنظيم، لكننا تواصلنا حقا مع بعضنا. لقد تقارب الفريقين وبعضهما، وفي البداية كان هنالك مواضيع والناس لديها آراء مختلفة وطرق عمل مختلفة، لكن عندما نعرف بعضنا البعض يمكنك أن تحل هذه المشاكل، وقد تمكنا من القيام بذلك. خالد، يعني النقطة اللي ذكرها الرئيس هي أساسية بالنسبة لنا، هي روح العمل الواحد. كان عندنا هدف في إنجاح البطولة، كان عندنا أهداف موحدة، وإن كان في اختلافات فكنا نسعى دائما نحل الخلافات على يعني أول ما تطلع، ومن ثم طبعا على أعلى مستوى، لكن دائما كانت الرؤية موحدة، الهدف واحد، الجهود دائما مبذولة لتذليل الصعوبات أيا كانت. وطبعا يعني من ناحيتي يعني نيابة عن طبعا زملائي في سواء كان في اللجنة العليا أو حتى في كي 22، طبعا أشكر دائما سعادة الرئيس على دعمه وإنجاح البطولة. وطبعا أعتقد بالنسبة لنا احنا كانت شراكة مثالية مثل ما تفضل، هي مش مسألة شراكة على الورق، هي كانت شراكة حقيقية فعلا ما بين قطر وما بين الفيفا. سيادة الرئيس، لاحظت شغف، أنا آسف تأخرت عليك، أنا عارف متأكد والساعة 1 بالليل طبيعي يعني، واستحملني لدقائق ليس أكثر يعني. لاحظت الشغف الكبير عند عشاق كرة القدم، إلى أن وصل لحد اليوم أنه يطالبون بإقامة البطولة كل سنتين، وأنت يعني حملت هذا الملف. هل ممكن الفكرة هذه تعود مرة أخرى واستضافة كأس العالم، طرح الطاولة نتكلم بأن نستضيف كأس العالم كل سنتين لإعطاء فرصة أكبر لدول راغبة في الاستضافة؟ ربما أكون أسأل الأرجنتين إذا كان بإمكانهم أن يعودوا الكأس خلال أسبوعين ونبدأ مرة أخرى ونقوم بقيام بطولة أخرى. سألعبوا كأس العالم كل أسبوعين وليس حتى كل سنتين. علينا أن ندرس هذه الأسئلة بحذر، علينا أن نعمل على إيجاد، وهذا كان النقاش بشكل عام بخصوص كأس العالم وإمكانية تكراره. علينا أن نعطي الفرص لفرق ومن قارات متعددة. قد لا يكون كأس العالم أو منافسات أخرى، سواء كانت كأس عالم
وهي مهمة أيضا لأن في النهاية اللاعبين سيمضون 10 أندية مع أشهرهم وفقط شهرين مع المنتخب الوطني، وهذا أمر مهم أيضا أن نفكر به كما قررنا. كأس عالم جديد للأندية ب 32 فريق كما النسخة الحالية، وأن نروج لكرة القدم حول العالم، وهذا أمر مهم للغاية. وأن تكون كأس العالم للأندية مهمة بقدر كأس العالم كل 4 سنوات، واحد للبلدان وواحد للأندية، وهذا الأمر سينعكس بشكل جيد للمنتخبات من كل البلدان، وأن يلعبوا بتنافسية كما هو في كأس العرب والذي سنلعبه مجددا، لنستخدم هذه التنافسية بين البلدان لنجعل اللعبة أفضل وأن نجعل الناس يحبونها بشكل أكثر. علينا أن نعمل على مجموعة أو منظومة من المبادرات ونرى نتائجها وما هو الأفضل لكرة القدم. السؤال الأخير، قطر استضافت البطولة وانتهينا ولله الحمد، في هناك شغف أكبر أيضا لدى الشرق الأوسط، هناك فكرة في المملكة العربية السعودية أن تستضيف كأس العالم حتى لو كان بالشراكة مع مصر واليونان. أنت ذهبت إلى البيت السعودي أعتقد وشفت الاستراتيجية الجديدة أو استراتيجية كرة القدم عندهم، وسبق أنك اجتمعت مع الحكومة السعودية أو القيادة السعودية مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. هل ممكن نشوف كأس العالم من جديد عندنا في الوطن العربي في السعودية ومصر بالمشاركة؟ بتكون آسيا أفريقيا وأوروبا مشترك. لقد كنت أيضا في مصر واليونان أيضا، قد زرت بلدانا عديدة هي بلدان رائعة أيضا. القرار حول كأس العالم ب 2030 سيتم اتخاذه من قبل مجلس الفيفا ب 2024. لدينا بعض الوقت أمامنا، ومن أجل ذلك وبصفتي رئيس الفيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحون كثر، وكلما زاد عدد المرشحين كلما زاد التحدي، ولكنه سينعكس بشكل أفضل على كرة القدم، وسيدفع لكل طرف مرشح ليقدم أفضل ما لديه. وسواء كان أن يعود كأس العالم للشرق الأوسط، لما لا في ضمن لقد كان هذه النسخة ناجحة للغاية، والناس استمتعوا بها واستمتعوا بالشرق الأوسط كثيرا، وأنا على ثقة بأن الجميع سيكون سعداء للعودة إلى هنا، والبعض سيكون سعيدا بالذهاب إلى أماكن أخرى. لذا الأمر عائد لنا من سيكون المرشحين في النهاية وما سيكون الأفضل وبصفتي رئيس الفيفا أتمنى الخير لعملية الترشيح للجميع، وأمل أن الأفضل سيفوز. وأنا أتمنى لك التوفيق وأشكرك جزيل الشكر، ولو كان في يدي التصويت سوف أصوت لك لمرة ثانية وثالثة على عكس من يريد أن لا يصوت لك. شكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. I count on you. شكرا. ناخذ معك صورة جماعية لو سمحت. شكرا.